شابتر 6 فاينل 23. عندنا سؤال 2 و3 و4 دول هقول حلهم. ماشي، أنا مديني الرسمة دي بيقول لي ماشي neglected weight negligible weight or been connected. ده بيتكلم عن التو رود. تمام ماشي at C و attach a block A and B. كل الكلام ده مش مهم. each weight ماشي. دلوقتي بيقول لي إن كل واحد منهم الوزن بتاعه W. تمام، ومديني الثيتا ب80. تمام، وبيقول لي الستاتيك كوفيشنت فراكشن مع السطح سالب 30%. جميل. عاوز يعرف ايه؟ عاوز يعرف الفورس اي سي ان ترم بي، وعاوز يعرف الفراكشن فورس، وعاوز يعرف البي ان ترم دبليو. تمام. في الرسومات اللي زي دي، تمام، بالذات شابتر 6 اكتر حاجه رخمه فيه ان انا بفك. عندي 3 رسومات افك ال3. ادي صندوق وادي صندوق وادي النقطه اهي، وادي صندوق وادي صندوق. الصندوق ايه؟ قال لك ان فيه قوه اسمها اف اي سي بتاثر عليه، ده هو طالبها اصلا. يبقى انا عندي هنا قوه اسمها اف اي سي عامله هنا زاويه مع السطح كام؟ 30. مديهاني السؤال احللها عليه. عندنا السهم ده نازل والسهم ده داخل. هنا اف اي سي ساين 30، وهنا اف اي سي كوزين 30. تمام. وعندي طبعا دبليو تحت، وعندي ان لفوق، واكيد ما دام الجسم ده هيتزق كده يبقى الفراكشن فورس الناحيه التانية اف اس. تمام. دي معطيات اول رسمه. تاني رسمه نفس الكلام، هيكون عليها فورس بي سي برضو معرفهاش، فورس بي سي برضو معرفهاش كده. هو مديك في الرسمه دي ب60، فحللها برضو. سهم الداخل اف بي سي ساين 60، اف بي سي كوزين 60. عندي هنا دبليو، عندي هنا النورمال. الصندوق يتحرك كده يبقى الاف اس الناحيه التانية. تمام. دي كده تاني رسمه. تالت رسمه، بص تالت رسمه عندي البي هنا اهي داخله لجوه وعامله زاويه 80. احلل البي تبقى بي هنا داخله لجوه بي كوزين 80، وبي داخله لجوه بي ساين 80. زي ما قلنا قبل كده لما يكون عندي صندوقين على سطح صندوقين رابط بينهم حبل، بعمل التنشن هنا زي التنشن ده كده والتنشن ده كده، والاتنين ليهم نفس القيمه. فبما اني قلت ان الرسمه دي ان الاف اي سي نازل، يبقى هو ايه؟ طالع هنا عكس الاتجاه. لو ده نازل يبقى ده ايه؟ طالع عكسه. ده نازل يبقى ده ايه؟ طالع عكسه. طيب هنا اف اي سي وهنا اف بي سي. طيب بص، عندنا هنا في الرسمه شبه حرف زد هنا. بص كده اهو، شايف صافي عملت حرف زد، يبقى هي عامله فوق كام؟ زاويه 30 هنا اهو، عامله زاويه 30 هنا اهو، عشان حرف زد ده عامله زاويه 30 هنا اهو. طيب يبقى هي عامله هنا زاويه 30، وهنا نفس الكلام. بص حرف الزد يبقى عامله هنا زاويه 60، دي عامله هنا زاويه 60. احللها هنا اف بي سي ساين 60 واف اي سي ساين 30. هنا اف بي سي كوزين 60. هنا زائد سهم كده سهم كده سهم كده، كل الأسهم طبعا داخلة عشان أقسم كلها لجوه، زائد اف بي سي كوزين 30. كل رسمة من دول ليها اف اكس واف واي. نيجي هنا نجيب الاف اكس والاف واي. سميشن الاف اكس بيساوي 0. هنا عندي ايه في الاكس؟ عندي ده وده بس، يبقى الاف اي سي بتساوي كوزين 30. لا، اف اي سي كوزين 30 بتساوي اف اس. ماشي. سميشن المومنت سميشن الفورس عند واي بيساوي 0. عندي ال n طالع والاتنين دول نازلين، يبقى ال n بيساوي اف اي سي ساين 30 زائد الدبل، لأن الأسهم دي نازلة. طيب نيجي للصندوق ده نفس الكلام. سميشن ال اف اكس بيساوي 0. ال اف بي سي كوزين 60 بتساوي ال اف اس. اف بي سي كوزين 60 بتساوي ال اف اس. سميشن ال اف واي بيساوي 0. ال n بتساوي دول برضو. ال n طبعا مالها دعوة بعلاقة السهم، مش السهم نفسه فوق ولا تحت، مش دعوة السهم نفسه فوق ولا تحت، لا دعوة بعلاقة إشارته، إشارة السهم لتحت ولا لفوق، مش كونه هو فوق. ماشي. ال n بتساوي اف
بي سي ساين 60 زائد الدبل. نيجي هنا سميشن الاف اكس بيساوي 0. هنا عندي الاف اكس ده بيساوي دول اللي هو الاف بي سي كوزين 60 بتساوي ده اف بي سي كوزين 30 زائد بي كوزين 60. سميشن الاف واي بيساوي 0. اللي فوق بيساوي اللي تحت. البي ساين 80 بتساوي الاف بي سي ساين 60 زائد اف اي سي ساين 30. طيب دي كده 6 معادلات. انت هنا ممكن تاخد دول وتروح تحلهم عادي، يعني انت كده مش محتاجني، انا ممكن اقعد بس احل ايه المعادلات. الاف اي سي عاوزها ان ترم اوف بي، يعني عاوز اجيب الاف اي سي في طرف لوحدها والباقي كله يكون بي، والبي هيكون جنبها رقم. تمام. من الواضح ان انا هستعمل ايه تالت معادله لان هي اللي باين فيها اصلا بي. طيب انا عندي هنا الاف اي سي. تمام. عندي هنا الاف اي سي بتساوي الاف بي سي والبي، وهنا الاف بي سي بتساوي البي والاف اي سي. لو جبت الاف بي سي لوحدها في طرف هقدر اعوض بيها هنا. طيب يبقى احنا هنجيب من هنا الاف بي سي لوحدها في طرف، اف بي سي لوحدها في طرف، اودي كوزين سيتا اقسمهم هنا تبقى اف اي سي كوزين سيتا تتوزع هنا وتتوزع هنا بالقسمة، تبقى كوزين 30 على كوزين 60. تمام. تمام. وهنا زائد بي، دي مع دي هتطير، مع ان انا المفروض مطرش، مع ان انا المفروض دي 80 سوري، دي 80 يبقى كوزين 80 على كوزين 60. طيب كده جبت الاف بي سي لوحدها في طرف اعوض بيها هنا، يبقى انا عندي البي ساين 80 تساوي، هشيل الاف بي سي من هنا واعوض في ده، يعني ادخل الساين مره هنا ومره هنا. طيب اف اي سي كوزين 30 لما اضرب الساين هنا هتبقى ساين على كوزين بتاعي اللي هما اتنين نفس الزاويه تان 60 زائد البي كوزين 80 ساين 60 على كوزين 60 ب تان 60. طيب زائد تكملة بقى السطر اف اي سي ساين 30. كده وصلت للمعادلة فيها الاف اي سي والبي بس، ناقصني اجيب الاف اي سي لوحدها في طرف، اودي البي الناحية التانية ايه بالماينس، يبقى انا عندي اف اي سي اكتب ده كوزين 30 تان 60 زائد اف اي سي ساين 30 تساوي ده بي ساين 80 اللي انا وديت ده الناحية التانية بقى ماينس، يبقى ماينس بي كوزين 80 تان 60. اخد الاف اي سي من هنا عامل مشترك والاف بي من هنا عامل مشترك، اف اي سي داني كوزين 30 سي بقى في براكت هنا سي كوزين 30 تان 60 زائد اخدت من هنا اف اي سي فبقت ساين 30. هنا البي اخد عامل مشترك يساوي البي عامل مشترك ساين 80 ناقص بي، اخدت البي خلاص عامل مشترك كوزين 80 تان 60. طيب بقى عندي هنا ارقام وهنا ارقام، بس اقسم الارقام دي الناحية التانية هتطلع لي الناتج. يبقى انا عندي الاف اي سي يساوي البي زائد الارقام دي على بعض. نكتب ده هنا الاول لو ان هو اللي فوق، اعمل فراكشن براكت ساين 80 اقفل براكت ناقص كوزين 80 اقفل براكت مضروبة في تان 60 اقفل براكت، اقفل البراكت الكبير وانزل تحت افتح براكت كوزين 30 اقفل براكت مضروبة في تان 60 واقفل براكت زائد ساين 30 واقفل براكت واقفل البراكت الكبير دوس ايكوال. الانسر اهو طلعلي 0.342 مضروب في البي. موجودة موجودة متعلم عليها اهو. طيب ده اول سؤال حليناه. تاني سؤال بيقولك عاوز الفراكشن بدلالة البي، يبقى انا اكيد هستعمل المعادلة دي مثلا فيها الفراكشن هو لوحده في طرف، عاوزه بدلالة البي التقيلة، عندي هنا بي سي كوزين 60. طيب يبقى انا عاوز هنا اشيل البي سي، احنا عاوز اشيل البي سي واحطها هنا، او هنا اصلا بي سي كوزين 60 بي سي كوزين 60، يبقى انا اشيل البي سي كوزين 60 واعوض بكل ده. تمام. بعد ما اعوض كل ده عاوز احول كل دي لبي، دي خلاص لبي، دي في اي سي اللي انا لسه جايبها اعوضها بكام 0.342 بي. ماشي. يبقى هنكتب هنا المعادلة دي
تعالى نكتبها من فوق. المعادلة دي قلنا ايه؟ اف اس بيساوي اف بي سي كوزين 60. احنا قلنا ان اف بي سي كوزين 60 بيساوي ده، وشيلنا الاف اي سي لسه حلينها جايبينها بدالة البي، فبدل ما نكتب اف اي سي هنكتب ده. يبقى هنا اف اس بتساوي 0.342 بي مضروبة في كوزين 30، كوزين 30 زائد البي كوزين 80. خد البي عامل مشترك، البي هيبقى لي 0.342 كوزين 30 زائد كوزين 80. يبقى الاف اس بتساوي بي، اعمل الارقام دي بقى، 0.342 ضرب كوزين 30 زائد كوزين 80 تطلع لك ايه؟ 0.4698. 0.4698 اهي 0.4698. واللي بعدها ممكن تلاقي مش مهم بقى اللي بعدها، الرقم اللي بعديه. طيب ماشي. اخر سؤال بيقول لك انا عاوز البي بقى بدلالة الدبل. طيب عاوز البي بدلالة الدبل، هجيبها لك ازاي؟ بس استنى، مش اي بي، بقول لك the largest value of b. the largest value of b يعني اقصى قوة للبي. على طول تفهم ان الاف اس بتساوي ميو اس في ان، عشان دي اقصى قوة. يعني انت اقصى قوة للبي هي اقصى قوة احتكاك هتطلعها لك، البي هتطلع لك اقصى قوة احتكاك. الميو اس مديهولك ب0.30 مديهولك في السؤال مضروب في الان. طيب تعال نشتغل برضو على المعادلة دي. المعادلة دي بتقول لك الان، المعادلة دي بيقول لك الان بتساوي اف بي سي ساين 60 بلس الدبل. انا عاوز اجيب البي بدالة هنا. احنا قلنا الاف بي سي بكام؟ مطلعناش الاف بي سي قيمتها بكام بالدبليو اهي، قيمتها كام بالبي، هي قيمتها هي بالبي. هضربها في ساين 60 كأني عوضت هنا، جبت كلها قيمتها بالبي. الان عاوز اجيب قيمتها بالبي هنا، يبقى الان بتساوي الاف اس على 0.30، ودي الناحية التانية، والاف اس لسه جايبة 0.4698 بي على 0.30، دي كالان. يبقى انا هنا اعوض بالان اللي هي ده 0.4698 بي على 0.30 تساوي، هنا الاف بي سي ساين 60 قلنا هنعوض بكل ده اضربه في 60. احنا قلنا الاف اي سي بنجيبها بده 0.342 بي مضروب في كوزين 30 مضروب في ساين 60 زائد هنا البي كوزين 80، هنا بي كوزين 80 مضروب في ساين 60 برضو، ساين 60 مع ساين 60 اتوزعت هنا وهنا، كل ده زائد الدبل. تمام. انا عاوز اجيب البي لوحدهم في طرف واشوف قيمتهم كام بالدبل. ماشي، هنا البي ده اجيب ده بالناحية التانية بعكس الاشارة بسالب، يبقى 0.4698 بي على 0.3 ناقص 0.342 بي كوزين 30 ساين 60 ناقص، ودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، بي كوزين 80 ساين 60، كل ده بيساوي الدبل. ماشي، عاوز أجيب هنا البي عامل مشترك من هنا ومن هنا ومن هنا، شطبت ده شطبت دي شطبت دي. أحسب الأرقام، دي 0.4698 على 0.30 بقى، سوري، ما دي أصلا قوة الاحتكاك 0.30 ناقص 0.342 اللي هو ده مضروب في كوزين 30 مضروب في ساين 60 ناقص كوزين 80 مضروب في ساين 60، كل ده بيساوي هذا الرقم. عاوز اوديه الناحية التانية يبقى اشقلب الرقم. لا كده انا كده عكيت عكاية ومش حلو. ماشي، انا حليت كله صح وجيت عند دي وهلوست. ماشي، انا جبت الان ودلالة البي طلعت لي، وجبت جبت الاف بي سي عن طريق هنا. نسيت اقسم على كوزين، فينا كوزين هتتقسم هنا وتتقسم هنا. طيب يبقى فينا كوزين، نكتبها تاني 0.4698 على 0.30 ناقص براكت 0.342 ضرب كوزين
30 ضرب ساين 60 على كوزين 60 ناقص كوزين 80. بكتب ده اهو، كوزين 80 مضروب في ساين 60 على كوزين 60 اللي انا كنت ناسيها. عنصر يساوي، ماشي اقلبه بقى اهو. قلبته. ليه قلبته؟ لان القيمة اللي طلعت لي كانت هنا تساوي الدبل. هو عاوز البي اللي لوحدها في طرف، هو عاوز البي اللي لوحدها في طرف، فمسكت القيمة دي عملت لها 1 على عنصر في الدبل. البي تساوي كام بقى؟ هنا هو ده 1.329 دبل. ادي هي 1.329. بس كده السؤال اتحل.